ضابط شرطة في مديرية أمن الجيزة سابقا، ودخلت كلية الشرطة سنة 1992 واتخرجت سنة 96. واشتغلت في عدة أماكن، منها مثلا على سبيل المثال أول ما اتخرجت اشتغلت في الأمن المركزي، وبعديها اشتغلت في مديرية أمن الأقصر، وبعديها اشتغلت في 7 سنين أو 8 سنين تقريبا في مديرية أمن الجيزة. والقصة باختصار يعني قابلت عدة مشاكل. حاليا أنا مستقيل، وقابلت عدة مشاكل جدا إن هي كانت سبب في استقالتي. من ضمن المشاكل دي مشاكل فساد في البلد، مشاكل حسيت إن أنا مش متوائم ومش متوافق مع السياسة الداخلية في البلد. حسيت إن في حاجات أنا مش هقدر أعملها، حاجات حسيت إن أنا عشان أعملها هتخالف ديني نمرة 1 وأخلاقي نمرة 2 ومبادئي نمرة 3 وكل حاجة، يعني زي أي حد عايز يعيش باحترام في البلد دي. ضمن المشاكل اللي قابلتني إن أنا كضابط شرطة، أنا هتكلم عامة مش عن نفسي بس، أنا بتكلم عن نفسي وعن ضباط كتير جدا جدا جات له مشاكل بسبب تعنت واستعمال حق، تعسف في استعمال الحق من قبل القيادات اللي كانت بترقصه. ولكن انا هتكلم عني بصفه مبدئيه، لان بصراحه يعني انا مش هقدر اقول لك كل مشاكل الضباط، ولكن هقول مشاكل اللي واجهتني انا شخصيا، ولان كل ضابط عنده مشكله بتخصه يعني، وان كانت في مشكله عامه وفي مشاكل خاصه. المشاكل العامه دي هتوضح لكم ان شاء الله رب العالمين يعني عن طريق اكتر من وسيله. والمشاكل الخاصه انا مشكله خاصه هقدر احكيها دلوقتي بطريقه مختصره جدا، ان كانت سبب استقالتي من الشرطه اولا الفساد اللي كان موجود في الشرطه. يعني فساد كان غير عادي، كنت حاسس ان مش عارف ادي حد حقه، كنت حاسس ان مش وده بالفعل مش حاسس ده بالفعل الكلام ده، مش عارف ادي لحد حقه. كان في مشاكل بتقابلني كتير جدا من قيادات، ضغوط من قيادات، معامله بيعاملوا الضابط ان هو مش ضابط بني ادم، وعاملين الضباط ليفلز طبقات، يعني ضباط دون مستوى خالص اكنهم مش موجودين في الدنيا، وضباط في الطبقة اللي تحت العالية على طول، اللي هم بيغضبوا الطبقة العالية. وفي ضباط في النص دي مش موجودة، يعني متهيألي في ضباط في النص، يعني هو ناس بتاخد بسم الله ما شاء الله يعني مرتبات خيالية، وتلاقيه في نفس الرتبة سبحان الله. يعني تلاقي رقيب مثلا ولا رائد بياخد له 750 جنيه في مديرية أمن، وفي حتة تانية بياخد له من 7000 ل 10000 جنيه، زي الأماكن اللي احنا عارفينها اللي كانوا بيسموها الأماكن البترول، كأنه يعني شغال في شركة بترول. يعني كانت في الشرطة في بترول الشرطة؟ في بترول الشرطة طبعا. دي بالحقيقة بترول الشرطة بياخد له من 7000 ل 10000 جنيه. يعني بياخد من 7000 ل 10000 جنيه. تمام. نقيب ولا رائد ياخد له المرتب ده شيء خيالي. فطبعا الحاجات دي عملت فجوات ما بين الضباط، يعني ضابط شغال وطلعان عينه في الشارع واقف اكتر من 16 17 ساعة، والكلام ده بنشوف في الامن العام، بنشوفه دي واضحة جدا في ضباط الامن العام اللي هم الاقسام والنجدة والكماين والدوريات الامنية والكلام ده. ضابط بياخد له كلام فارغ جدا، في حين ان هو خدمة، يعني هو لو هنقول بالطريقة البلدي بتاعتنا دي بياخد له 750 جنيه ولا 800 جنيه في الشهر. هيدفع ايجار شقته بكام؟ منين؟ هياكل ويشرب في الخدمة بكام؟ هيغسل الهدوم اللي المفروض هو بيبان بأحسن شكل، يعني مظهر فعلا، يعني لازم يظهر مظهر كويس قدام الناس ان هو راجل ده قدوة، ان الناس بتقتدي بيه في شكله، في تصرفاته، في كلامه، في طريقته، في مشيته، في كل حياته. دي بسبب مشكلة، دي مصيبة، ان انت بتلاقي فجوة ان الضابط بياخد المبالغ الصغيرة دي، وهو المفروض ان هو بياكل في الخدمة يفطر وغدا، يا غدا وعشاء. ما انت قاعد ضابط 16 17 ساعة، هتعمل ايه؟ مش هتاكل
طبيعي، لان زيك زي اي انسان هتاكل، محتاج تاكل وتشرب والكلام ده، وتشوف شغلك. انت شايف شغلك، مش هتقعد 17 ساعه في الشارع بدون. دي مشكله من المشكلات او الاسباب اللي بتخلي ضباط كتير، او يمكن المشكله الرئيسيه اللي عملت ثوره في في علاقات الضباط بينهم وبين بعض. دي حاجه خلت اصلا الضباط اللي في اماكن كويسه بينظروا للضباط اللي في اماكن مش كويسه ان هو ضابط معذره ان هو دون مستوى. يعني في فرق، بيعاملوا باستعلاء. ليه تعامل زميلك باستعلاء؟ قد يكون انت يمكن عشان ربنا كرمك مثلا، ومن الفساد اللي كان موجود ان بقيت في مكان كويس. انت بقيت مكان كويس، وعندك زي ما بيقولوا كوسه، عندك كوسه بتوديك اماكن كويسه عشان تاخد فيها مرتب كويس. وعلى فكره يعني اغلب الناس اللي بتروح اماكن في كوس هم اصلا مش محتاجين ماديا، يعني هم مرتاحين ماديا. دي بقى مرتاحين ماديا، يعني مرتاحين ماديا. طب ايه يعني ايه ليه؟ عشان يسهل للباقي اكيد. يعني كل حد بيروح مكان، يعني في حاجات عليها علامات استفهام، ودي طبعا مصيبه كبيره جدا. يعني دي مصيبه، يعني في حاجات عليها علامات استفهام. يعني انا ظابط مرتاح ماديا، واديك كمان اماكن تمام مرتبات فيها عاليه، فدي عملت فجوه بين الضباط، عملت في مشاكل. كنتوا بتبصوا لبعض مش بص. لا معلش، انا اقول لحضرتك حاجه يا استاذ محمد. انا لما ظابط الاقي نفسي قاعد 10 15 سنه في مكان يا دوبك باكل بيتي بالعافيه، ده لو عرفت تاكل بيتك تمام. واخد بالك كتير. وظابط تاني يعني مش سنه ولا اتنين، لا بيقعد له بال20 سنه و25 سنه، بياخد له مبالغ غير عاديه، مبالغ. يعني انا يعني متهيألي مثلا في ال10 15 سنه دول لو سافر الكويت يبقى او دول الخليج، يعني متهيألي مش هيعمل المبالغ اللي عملها في الاماكن دي. فين المساواه؟ ما الحاجات دي بتعمل حزيات. سبيل المثال، انا في احد الاكمنه في مدينه 6 اكتوبر قابلت ناجل وزير البترول السيد سامح فهمي، ابنه سمير، وحصلت مشاده ان هو ما كانش عايز يطلع الرخص، وانا ما اعرفوش. مش عايز يطلع الرخص ليه؟ انا ما اعرفكش. طبعا اتكلم بطريقه فيها استعلاء جامد جدا جدا جدا، مما ادى ان حصل بيني وبينه مشاده. فقلت له طبعا، عرفت ان هو طلع لي الكارنيه يعني بتاع والده، وحطوا لي ولا زي بطاقه كده او كارنيه هو مطلعهم، حطوه لي في وشي بطريقه ما عجبتنيش. طبعا ادت ان انا شديت معاه مشاده جامده جدا، ما وصلتش بالايدي ولكن مشاده كلاميه شد يعني جامده. لقيت تليفونات جايه لي، هاني سيب ده ابن فلان فلان. قلت له لا مش هسيبه، وهاخده على الاسم وهعمل له محضر. فعلا بالفعل هو استأذنني في حاجة، طبعا خدته لما لقى هو الموضوع هيتطور، وقلت له هتصل بالصحافة وهتصل مش عارف ايه ومش هسيبك وحس الموضوع هيكبر منه. قال لك اعتقد ان هو قال لي هنلم الموضوع شوية. طبعا استأذني ان هو طبعا بعد ما كلمني ليه اللي هو القائد الحرس الصعبوة، قال انا اللي هو فلان الفلاني، وانا هستأذنك بس انك تسيب سمير، يعني هو والده راجل محترم. قلت له طبعا عارفين والده راجل محترم، بس ما ينفعش ان هو يتكلم ضابط كده بالطريقه دي في الشارع. خدت فعلا الرخص بتاعته وطلعت بيها على الاسم، وفي انتظرته بالفعل جه، يعني احترم كلامه فعلا وجه وصل. كان معاه ناس وصلهم، كان الكلام ده الساعه حوالي 3:30 الفجر او 4:30. اول ما رحت الاسم كان مأمور الاسم ساعتها السيد العميد سمير الحفناوي، كان روح بيته. رجعوه من بيته تاني، اتصلوا بيه العمليات النجدة، اتصل بيه وقالوا له ده في ضابط اسمه النقيب هاني جمال الدين في مدينة اسم مدينة 6 اكتوبر، عمل مشكلة مع ابن سيد الوزير سامح فهمي وزير البترول. وقال لهم ايه اللي عملها ازاي يعني. هم حكوا له المشكله باختصار كده، وايه راحوا رجع يعني الراجل يعني مشكورا رجع على الاسم تاني بعد ما كان مروح بيته. جه يعني حصل مصالحه كده بيني وبين سمير، ده اخوك، ويقول لي ده اخوك، ويقول لي سمير ده اخوك، ومش عايزين نشدق. ولقيت ان الموضوع بيني وبينك لقيته او مش هيحصل فيه حاجه، مش هيحصل فيه تمام. والولد بصراحه راح اعتذر والموضوع انتهى. المشكله بقى مش مشكله سمير ولا مشكله وزير ولا مشكله القيادات بقى بعد كده لما عرفت ان انا وقفت ابن وزير بترول. المعامله وحشه سيئه الى اقصى درجه. يعني ساءت المعامله بعد ما حضرتك وقفت ابن وزير البترول جدا جدا. يعني عندي 2 من القيادات
يعني مش عارف هل مسموح اذكر اسامي ولا عادي. اذكر حضرتك اللي حصل مع حضرتك. بالظبط. كان السيد اللواء طارق عبد الرازق، والسيد العميد محمد الفخراني. اللواء طارق عبد الرازق ده كان مدير الفرع، والعميد محمد الفخراني ده كان رئيس الفرع، رئيس فرع ميدان الرمال اللي هو بتاع الدورات الامنيه. طبعا المعامله لقيتها يعني معامله يعني لا تسر عدو ولا حبيب. ابتدى يبقى فيه تلاكيك، ابتدى يبقى فيه بيتلككوا على اقل حاجه، ابتدت ينزلوك خدمات منهكه للغايه، في حين ان انت مش يعني ليه؟ يعني كل ده عشان ما اشوف شغلي؟ هل ده يعني ينفع؟ هل ده يجوز؟ ده مثال تاني. في احدى الكمين برضو كنت مش كنتش عامل كمين، انا كنت واقف بصراحه مش كمين في ميدان الجيزه، ولقيت عربيه سوداء كانت ماتسوبيشي لانسر ماشي عكس الاتجاه من ناحيه كده، جاي من عند مسجد الاستقامه داخل عكس الاتجاه عند من ناحيه عمر افندي، عايز تقطع الحته دي بصراحه. وقفت قدامه انا والامناء وقفناه، وتقريبا ما كانش واخد باله ان في بوكس بعيد كده شويه. فلقيت احد واحد كابتن طيار بس مش مصري الجنسيه، وواحد تاني بحري او في الكليه البحريه. وقفتهم الرخص، الراجل طلع الرخص بيتكلم باحترام قوي قوي قوي، قال لي ما انا بعتذر، انا كنت بس شفت الطريق فاضي فقلت اقطع الحته دي. ماما قلت له معلش انا هستاذنك افتش العربيه، لاني شفت بقى ازايز بيره والكلام ده. بفتش، بحط ايدي، قعدت مكان السواق بحط ايدي تحت الكرسي، لقيت سيجاره حشيش ولقيت ورق بفره يعني كلام. بس هو معدي الاثباتات بتاعته اللي هي بتثبت ان هو فعلا راجل، مش هو شكله راجل محترم يعني. فببص ورايا كده وهو لقيت واحدة، حسيت بحركة، لقيت واحدة بنت قاعدة لابسة قط في العربية، ولابسة يعني لبس يعني مش محتشم شوية. فبقول لها بطاقتك؟ قالت لي بطاقتي. راحت فاتحة باب العربية اللي ورا. فلما نزلت انا نزلت من باب قائد السيارة، بتكلمني من فوق سقف العربية، بتقولي ده انت يوم ما تفكر تشوف بطاقتي ولا تفتش شنطتي ده انا اطلع شتيمة مش محتوى يعني مش كويسة يعني. فأنا يعني ذهلت، يعني أنا مش متوقع إن في وسط السواقين الميكروباص اللي في ميدان الجيزة وفي وسط الناس دي كلها يعني أتشتم شتيمة مش ووالدتي كمان. أنا ما بقيتش عارف أعمل إيه يعني. أنا ما حطيتش في موقف زي ده قبل كده طبعا، فما بقيتش عارف أعمل إيه. قلت لها طب تعالي لفي، قالت لي اجري يلا. قالت لك اجري يلا؟ اجري يلا. فطبعا أنا ما قدرتش أمسك نفسي بصراحة. رحت رايح عليها، مسكتها وكلبشتها وحطيتها في البوكس، طلعت بيها على اسم الجيزه. لسه بكتب المحضر وبقول بسم الله الرحمن الرحيم، لقيت 100 تليفون جه. ولقيت قيادات جت، منهم برضو السيد العميد محمد الفخراني ده، انا ما اعرفش في ايه. لقيتهم بيكلموني في لقيت قيادة المباشرة، قيادة السيد اللواء بهاء أبو طالب، شخصية محترمة، كلمني ايه في ايه هاني، انا بعت لك السيد العميد محمد الفخراني شوف ايه القصة. بعت لي العميد محمد الفخراني ايه هاني في، قلت له حصل 1 2 3، وانا بفتش ولقيت معاهم كذا، ولقيت 3 ازاز بيرة و3 مفتوحين و3 شاربين وهي سكرانة. قال لي طب احنا عايزين نمشي الموضوع بطريقة ودية. قلت له انا اسف، انا مش هتنازل عن حقي، ومش هتنازل عن حقي اقدم استقالتي. قال لي لا ما تكبرش الموضوع بالطريقه دي، يعني موضوع بسيط، دي اعتبرها اختك. قلت له انا اختي ما بتبقاش بقيه الادب دي، وما بتبقاش ما بتنزلش كده بالليل بالمنظر ده، وما تشبههاش باختي لان مفيش وجه مقارنه. قال لي طب احنا عايزين نحل الموضوع عشان الموضوع ده جاي من فوق ومش عارف ايه. المهم اللي انا استشفيته، طبعا انا كل ده ما عرفتش دي مين وبنت مين، بس انا دي اللي عرفته ان هي بنت لواء يعني يقال نعم في الجيش، قائد في الجيش الثاني الميداني او الجيش الثالث الميداني على حسب ذاكرتي يعني. والموضوع لقيت مدير الامن ساعتها يقال ان هو اتكلم ودخل في الموضوع وامر ان الموضوع ينتهي، وطلبوني في ان انا تاني يوم ادور مكتب للسيد نائب مدير امن الجيزه. بالفعل رحت، اول ما دخلت له وابل من التوبيخ والاهانه. كان مين مدير امن الجيزه؟ كان ساعتها شفيع. شفيع. كان منه هو الشتيمه والوابل من لا مش من المدير الامن، كان نائب بتاعه، كان نائب مدير امن الجيزه.
وكلمني بطريقه مش ما عجبتنيش طبعا، فقلت له انا هخرج من عند سعادتك، انا هقدم استقالتي. فقال لي هو احنا يعني نقل ادبنا؟ قلت له حضرتك انا ما قلتش ادبي وعشان كده انا عايز حق. وهي البنت قالت قدام السيد العميد محمد الفخراني ان يعني انا بتكلم ان دي موقف تاني من المواقف. لو هعد حضرتك المواقف كتير جدا. لا يعني بص، انت طول ما انت واقف في الشارع بتتقابل مع جميع طوائف الشعب. بس يعني الموضوع عايز احكام شويه، يعني كل واحد طالب ان هو الموضوع عايز احكام، ان الضابط يبقى واقف باحترامه، ان الضابط ده يقدر، ان الضابط ده بيضحي بنفسه وبوقته وبمجهوده وبكل وبحياته. يعني الضابط بيضحي بحياته علشان يعني الناس تعيش في امان، عشان الناس بيحرس ناس اعراضها واموالها، فينفعش ان يحصل فيه كده. كان ليك تجربه تاني في لما الاب بتاع حضرتك ما كانش بيكفي بيتك، كنت بتعمل ايه؟ يمكن قبل التسجيل اتكلمت معاك في الحته دي. يعني انا في بعض الناس قالت لي يمكن بلاش تذكر الحته دي، بس انا بصراحه انا مصمم ان انا اذكرها، والكلام ده عندي فيه شهود كتير جدا جدا ما انتهتش. طبعا مشكله القبض دي مشكله كبيره جدا، ودي اللي يمكن بتواجه نسبه لا يقل عن حوالي 80 90% من ضباط الشرطه. مش حكايه القبض، حكايه المرتب نفسه اللي بيكفيش. يمكن اتكلمت في اول كلامنا عن الموضوع ده. يعني انا شخصيا لما كان انا مرتبي 750 جنيه، لما اخد 750 جنيه بدفع ايجار شقه، وعندي ولدين، وعندي زوجه، وعندي والدتي، وعندي مسؤول، وما عنديش اي مصدر دخل تاني. ان انا هصرف على يعني هكفي منين؟ يعني ما عندكش حل تاني الا انت تمشي بطريقه غلط. وانا زي ما قلت لحضرتك ان انا لا ينفع ان انا همشي بطريقه غلط، لا ديني هيقول لي كده، ولا اخلاقي، ولا مبادئي ان همشي كده. يمكن انا حكيت لحضرتك ان قبل التسجيل ان الموقف معين يمكن ده كانت اثر فيا جدا جدا جدا، ودي من الاسباب الرئيسيه برضه اللي خلتني اقدم استقالتي من الشرطه. ان انا في يوم من الايام، يعني مش يوم بقى، قعدت شهور كتير جدا وسنين كان فعلا مرتب ما بيكفيش خالص، يعني حتى اكل وشرب، ودي حقيقه. لدرجه ان انا كنت قاعد في شقه ايجار، نزلت المستوى اقل شويه، خدت شقه 45 متر او 43 متر. شقه كانت اوضه وصاله، كنت قاعد انا وزوجتي وابني. طبعا والدتي ما كانتش بتيجي لان مفيش مكان ليها. ضابط شرطه قاعد في اوضه وصاله. ضابط شرطه قاعد في اوضه وصاله. والكلام ده ما كسفش منه، لان السبب ده هو سبب استقالتي، وانا مصمم. على فكره في ضباط كده، يعني سيبك من حالتي انا، في حالات طبعا اسوأ اعتقد. تمام. قاعد في اوضه وصاله. حضرتك قول لي ازاي اعيش ب 750 جنيه بدفع ايجار وعندي المسؤوليات اللي عليا دي كلها؟ لدرجه ان انا في يوم من الايام رحت نزلت، طبعا المرتب ما يكفيش، ومش عارف اتصرف ازاي، يعني مش عارف اعمل ايه. وفي حين ان انا في ممكن في احدى الكمال اللي انا بعملها، انا قعدت 11 12 سنه واقف في الشوارع كمان. بس 12 سنه 12 سنه يعني 12 سنه كمان. تمام. في يعني كنت ممكن اعمل ملايين، يعني ملايين دي قليله. حضرتك واقف في الكمين يعني وفي مكان كويس يعني. لا، وفي اماكن كتير. يعني انا اتنقلت اكتر من مكان. كل ما يحصل مشكله في مكان مش انا السبب فيها الاقي نفسي منقول في مكان تاني. طب اعمل ايه؟ قعدت افكر كده اكتر من مره، اعمل ايه؟ الحل ايه؟ لدرجه ان والله كانت بتيجي عليا يا محمد فعلا كنت ببكي. يعني مش عايز اقول لك طب انفصل عن زوجتي؟ الكلام ده مش كلام روايات ولا افلام، والله قسما بالله العظيم الكلام ده حصل. اعمل ايه؟ انفصل عنها طب عشان اظالمها معايا هي والعيال؟ طب مش عارف. في نفس الوقت بحس انها مش رجوله وشهامه ان الواحد فكرت في فكره ان انا اجيب انزل وكاله البلح. ورحت الخراط عمل لي استندات، وجبت الهدوم اللي هي البلات وملابس جديده وحبه ملابس بلات على الكلام ده، وعملت في مدخل. كنت قاعد في الشقه اللي هي الاوضه والصاله دي. هي كانت عباره عن بيت دورين، بيتقفل من بره، والحوش بتاعه كان، بس الحوش بتاعه كان شيك حلو، يعني كان شكله حلو، معمول كده رخام حلو يعني. استأذنت من جيراني ان يا جماعه انا هستأذنكم، بس انا هعمل حاجه. يعني
هم عارفين انا ضابط شرطه فاستغربوا. قلت لهم معلش يعني هستأذن كده هعمل حاجه لزوجتي كده زي معرض كده لمده يومين كده ان هنعرض فيه حبه ملابس، يا ريت تشوفوا تشرفونا. الناس بصراحه مشكورين، نشكرهم. كانت الشقه دي في المساحه، في ميدان المساحه، في مش في الدق اللي هو في المساحه اللي هي الهرم اللي قبل الاوبرج. استأذنتهم، الناس وافقت. ابتديت عملت المعرض بتاعي. ده شهر من الشهور، يعني بكلمك على ده شهر من الشهور. ابتديت ابيع، عملت ورق دعايه، طبعت ورق دعايه. بعد ما طبعت ورق الدعايه ابتدت الناس نزلت بنت صغيره كده توزعه في الشوارع اللي حوالينا وعلى الطريق وكده. الناس ابتدت تيجي، ابتدت تشتري. فبقيت يعني مش عارف يعني بعد ما خلص المعرض ابتديت افكر يعني هو ده يوصل بينا للحل. هو مش عيب، انا بتكسفش على فكره، انا ما بتكسفش. بس ممكن يكون الجيران استغربوا ان ضابط شرطه بيعمل كده. بس يعني اعمل ايه؟ ما انا في حيره يعني. انت لو انت متراهن يعني تعمل ايه؟ ما انت قدامك ما هي ما عندكش حل ثالث، يا ترتشي يا اما تعمل اي تجاره. طب احنا عندنا في قانون الشرطه ان انت ممنوع ان انت تتعامل في اي مجال تجاري وما عندكش اي مصدر تاني. يعني انت مش عامل كده، طب انا مش عايز، ما ينفعش.